السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حياكم الله، يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. اللهم آمين يا رب العالمين. ربنا يجعلها يا رب أيام السعد والهنا عليكم يا رب العالمين. ربنا يا رب يحفظ بلادكم يا رب، ويجعلهم كده يا رب ذرية صالحة يا رب العالمين. نسمي الله ونصلي على الرسول كده ونبدأ الفيديو بتاعنا النهاردة. سهل وبسيط وإن شاء الله الفيديو يعجبكم. ده طبعا يا ولاد فطار لي أنا، لأن أنا بصراحة ما كلتش معاهم، لأن أنا صاحية قبليهم بحوالي ساعتين. طبعا انتوا عارفين احنا في أجازة، فالولاد بيصحوا براحتهم. فطرت طبعا كيك وشاي، وربنا يا رب يحسن ما بين ايدكم جميعا. طبعا هم بقى لما صحيوا عملت لهم بطاطس مهروسة بالبيض، وعملت لهم طبعا جنبيها فول وكده. انتوا عارفين بقى الفطار المصري الاصيل. طبعا هنا انا بحب اقشر البطاطس المسلوقه. بصوا هنا انا بشيل الريم خالص. ربنا يحسن ما بين ايدكم يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. الريم ده يا جماعه من الحاجات اللي مش صحيه خالص، فبنشيله كده بالراحه. طبعا البطاطس المهروسه دي في الفطار بتبقى حلوه قوي، ممكن تعمليها وجبه عشاء. يعني ممكن بالليل كده في الشتاء اللي احنا فيها دي بتتعمل وجبة عشاء، بتبقى حلوة جدا. طبعا هنا كنت هرست البيض بحتة سمنة بلدي كده، ونزلت عليه بالبطاطس وهرستها. وعايزة اقول لكم كانت اللهم بارك جميلة، بألف هنا وشفا على قلوبهم. تعالوا بقى نشوف الفيديو بتاعنا النهاردة الجبار، بس ما تنسينيش بالمشاهدة الصادقة. ربنا يسعدكم يا رب العالمين. يلا نصلي على النبي كده ونسمي الله ونقول بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. بصوا قشطة دي يا ولاد، قشطة دي ولا لبن حليب؟ اللهم بارك. شايفين الكرشة ونظافتها؟ اللهم بارك. حاجة كده اللهم بارك. قشطة. شايفين الجمال؟ بصوا لي على الجمال بقى. بصوا، انا من الناس يا جماعة اللي بتعمل عمايل في الكرشة صعبة قوي، بقعد اغسل فيها بزيادة كده لحد ما بحس اني بشيل فايدتها. طبعا هنا اللهم بارك الكرشة بسلقها في الحلة دي، علشان طبعا انتوا عارفين بتاخد سوا، فحبيت احطها في حاجة ستانلس تبقى سهلة في او في تيفال في السوا. ربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب. وبصوا هنا بحط معاها في السليق حطي ليمونة وادعيلي. هتقولي لي يا اميرة طب هي مش زفرة انت بتحطي الليمونة ليه؟ عايزة اقول لكم الليمونة بتبقى حلوة قوي في السليق. بصوا شايفين هنا كانت خلاص اللهم بارك داخله على سوا. ليمونه وبصلايه وفلفل اسود وملح وورق لوري وحبايه طماطم وانسي. شايفين الجمال؟ اللهم بارك. الف هنا وشفا على قلوب اللي كانوا يا رب. طبعا كان معايا اللهم بارك 2 كيلو كرشه. طبعا كنا لسه عاملين من قريب ممبار. عايزه اقول لكم بجد الاكلات دي بتبقى حلوه قوي يا جماعه، وبالذات في الشتاء. بحسها في الصيف تقيله شويه كده. طبعا هنا كنت سلقتها وبسلقها صحيحة كده، وبقطعها يعني مكعبات صغيرة جدا. تعالوا اوريكم انا بقطعها ازاي. شايفين هنا بقطعها مكعبات صغيرة جدا، وطبعا بعملها بطريقة عايزة اقول لكم يعني بدون حلفان. بعملها بطريقة جبارة. خليكم معايا وهنشوف هنعملها ازاي. يلا نسمي الله كده وننزل بالبصل وقرن فلفل شطة كده جبار، عشان كرشة يعني مشطشطة. بصوا لي على الجمال بقى والحلاوة. بصوا نزلت طبعا بواحدة بصل كبيرة، طبعا دي كنت مخرطاها مش عاملاها في الكبة، وقرن فلفل شطة كبير. وهنا الكرشة طبعا كنت مقطعة زي ما انتوا شايفين كده مكعبات، وحطاها في البولة قدامي كده. تعالوا بقى ننزل بيها، بس يعني ريحة البصل والفلفل كده يطلع. وبحط لها بهارات فلفل اسود وملح طبعا اساسي، و7 بهارات. التوم هنا معانا بقى اساسي يا جماعه. طيب بتفرموا لها الطماطم يا اميره ولا بتقطعها لها؟ لا انا بقطعها مكعبات صغيره، بتبقى ني كده. وبجد جربيها بالطريقه دي وهتدعي لي. طبعا انا كنت حاطه في الحله معلقه سمنه بلدي، وكنت حاطه اللهم بارك حبه زيت، برضو زيت ابيض اللي هو العافيه. زي ما انت عايزه تحطي زبده مع السمنه. بصوا هنا مقطعاها مكعبات حلوه جدا ما شاء الله. طبعا هنا خلاص البصلايه دي بلت اهي. معلش ما جاتش معاكم وانا بحط معلقه التوم. انا نزلت بمعلقه توم. اول ما ريحه التوم بتطلع بروح طبعا نازله. بصوا اهي حطيت حته توم تاني عشان بصوا حته تاني. عايزه اقول لكم بتديها طعم بجد جبار.
التوم اساسي في الكرشة. طبعا البصلايه بندبلها بس وما بنعملش فيها اكتر من كده. وربنا يا رب يحسن ما بين ايدكم جميعا، اللهم امين. طالبه بس منكم طلب بسيط جدا، ان اللي يخش عندي يعني يشاهد لي الفيديو بصدق، واقول لكم بس هننزل بالكرشه بس. والكرشه شايفين، هتقولي لي ايه الميه اللي فيها دي يا اميره؟ اقول لكم حبه ميه كده انا متعمده ينزلوا فيهم، عشان ايه؟ مش هنحط لها اي حاجه، هي منها فيها. وهنقطع عليها طبعا الطماطم مكعبات صغيره جدا زي ما انتوا شايفين كده. طالبه منكم طلب بسيط، ان يا جماعه يعني في حد مستقصداني في القناه، فانا مش عارفه هي ليه بتعمل كده بجد. يعني انا رديت عليها بكل ادب، قلت لها حبيبتي طب كلميني خاص، انت ليه بتعملي كده؟ بلاقيها كاتبالي يعني كومنتات صعبه قوي وبتضايقني. يعني انا ما اعرفكيش، انا ما باذيش حد الحمد لله، واكيد اللي عارفيني عارفين ان انا مش من الناس اللي بتاذي حد. فحبيبتي لو انت سامعاني، ايه اللي مضايقك مني في قناتي قوليلي، وانا يا حبيبتي اعرف. بس ما تكتبليش كومنت تضايقيني، لان انا يعني مش بضايق حد، فما بحبش حد يضايقني. ولو انت سامعاني ربنا يصلح حالك وحالنا يا رب العالمين. بصوا هنا بقى طبعا نزلت بالطماطم زي ما انتوا شايفين كده، مخرطاها مكعبات صغيرة. وطبعا هقلبها وهنزل بقى بالفلفل الاسود والسبع بهارات. ولو عندك بقى ايه مع عندك يعني فصين حبهان كده صحاح، افتحيهم كده ايه فتحة بسيطة، تروحي ايه رمياهم في الكرشة كده، هيدوكي طعم جبار وحاجة كده. ربنا يحسن ما بين ايدكم يا رب العالمين، اللهم امين. لما بتقطعيها مكعبات صغيرة كده بتبقى حلوة قوي في الاكل. يعني اللي هياكل بدل ما يقعد يقطع فيها وما اعرفش ايه، انا من زمان بعملها كده. وربنا يا رب يحسن ما بين ايدكم، اللهم امين يا رب العالمين. بصوا هنا بقى ايه، هنغطيها بقى ونسيبها ايه تاخد وتدي مع بعضها كده، وربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب. وتعالوا هنا بقى نشوف الكرشة وجمالها. خدت ما شاء الله حوالي نص ساعة، لان طبعا احنا سلقينها. بصوا انا مش من الناس اللي بتحب صلصة كتير قوي يا جماعة في الاكل. وهنا اقول لكم ربنا يحسن ما بين ايديا وما بين ايديكم. شايفين بقى الجمال ما شاء الله، اللهم بارك. غرفنا بقى الكرشة. طبعا انت بقى لو عاوزة تعملي جنبها رز اعملي، عايزة تعملي جنبها اي حاجة. انا للامانة ما عملتش جنبها اي حاجة. في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.